كنت متفق مع شركه اخرى انترناشونال، كانت شركه فيليبس. فاكر ايوه ما فيليبس. فاكر اهو. وجبت وبعد رقم كده زي الاهلي، اعلى. اعلى من الاهلي. وبعد كده الاستاذ ابراهيم نافع رحمه الله عليه جابنا وطلب اننا نتقابل، وقابلنا، وكان في وجود الكابتن حسن حمدي ووجود الكابتن الخطيب، كان ممثلين لجنه اعلانات. ومن عندنا كان في وجود المهندس ياسر ادريس، وكان الاستاذ خالد فؤاد كان ماسك مجله الزمالك. وسويت هذه العمليه وخدنا اعلى من النادي الاهلي. اعلى من الاهلي من أيوة. الاهرام. ايوه. يعني نادي الزمالك كان واخد من وكاله الاهرام تسويق اعلى من النادي الاهلي بعد ما غيرنا الرعايه لشركه انترناشونال فيليبس. الرئيس حسني مبارك اهلاوي. كان العكس صحيح. زملكاوي؟ لا دي معلومه ولا توقع؟ لا ده انا متاكد. ده انا وانا ماسك النادي كان في نهائي سوبر افريقيا، وكنا احنا بنلعب في رمضان، وما فطرش الا لما احنا خلصنا الماتش وكسبناه الحمد لله. رجعنا اتعمل لنا مأدبة عشاء في دار القوات الجوية، وحضرها الله يمسيه بالخير جمال مبارك. كزملكاوي ولا كمحب وكرئيس دولة بيدعم الفريق؟ لا كان زملكاوي. الجيش كله كان زملكاوي طبعا. الله يرحمه المشير طنطاوي كان معروف انه زملكاوي. بس المشير والمشير حسن عامر او المشير حسن عامر. عبد الحكيم عامر. المظلوميه بتاعت الدوله بتحب الاهلي وتدعم الاهلي دي اللي هي من ايام مبارك، بنسمعها على طول يا دكتور، اكيد بتوصل لحضرتك. يعني انا شايف حاجه تانية خالص.